بقول على الرواية من أولها من عند المرسي. أيوة. وأنا جاي. أيوة. طب أنت هتاخدي معايا قد إيه عشان أعمل حساب الكلام؟ الوقت اللي أنت عايزاه. الله. طيب. دلوقتي جوزي كان شغال، كان خدم الوطن في حرب 6 أكتوبر. في حرب 6 أكتوبر بتاعت الانتصار. جوزي في الانتصار. وابن ربته بحرقي كده في الأراضي، خد كلية 5 سنين، كان ضابط في الجيش. يعني جوزك استشهد في حرب أكتوبر؟ لا، ده أكيد بحرام ما استشهدش، بس أنا ناس على الله. هو خدم في حرب 6 أكتوبر بتاع الانتصار، وابن ربته بحرقي كده في الأراضي، خد كلية 5 سنين، كان ضابط. كلية 5 سنين؟ كلية ايه؟ أنا لسه فاكر عند المخ والأعصاب وشلل نصف، عندي 11 مرة. كان ضابط في الجيش. وابني لما جاله لطفي في عقله بعد ما طلع من الجيش، كان عندي بيت 6 صفتين وزريبه وكده. بعت نص البيت عليه، وبعت نص البيت التاني، وبعت عزال، وبقيت اخد اراضي من نص. غلبت علاج في اللطف اللي في عقله دي، ومشى ما اعرفش عنه حاجه. بعد ما مشى ب3 سنين ربنا اداني الوالدي، عنده 12 سنه. الوالدي عنده 12 سنه، ما حضرش امتحان سنه 5 السنه اللي فاتت، قاعده في الشارع. والسنه دي لسه ما خشش المدرسه. ورحت للمشير طنطاوي، قلت له عايز شقه. الواد ده لو كبر على الرصيف وراح الجيش من على الرصيف بالشارع هيقبض على الوطن ومش هيخدم الوطن بضمير. اديله شقه يحتضنه، يتعالج على حساب الدوله ويتربى على حساب الدوله، يطلع حاجه حلوه للدوله. البلطجيه خربت البلد. اديني شقه، واديني كرسي كهرباء ماليش حد يزقني، واديني كشك اعيش منه بدل ما اتسول في الشوارع. سياده المشير طنطاوي عمل لي طلب بالشقه، وطلب بالكرسي، وجواب بالكشك، واداهم لسياده المحافظ صلاح المعداوي بتاع المنصوره بتاعنا. ورحت قال لي اتصل عليا، اتصلت عليهم، لسه المجلس الاعلى ما صدقش، قمت رايحه لهم. قالوا الجوابات بتاعتك المحافظ بتاع الدقهليه جاي يجتمع مع الوزراء هنا مع المشير طنطاوي، ادينا له الجوابات في ايده، وخد الارقام اهي، روح هيسلمك فورا. احنا قايلين له سلمي عاجل وفورا، هيسلمك. كنت قمت جايات. قال لي انا احترمت جواب المشير وادي الارقام وبس، وقال لي حولتك لمجلس مدينه شربين. اروح لمجلس مدينه شربين، هاتي بحث من هنا، جبت لهم 12 جواب بحث من الدقهليه. تمام. عادش بحث؟ لا. عادش ورق؟ لا. طيب هتسلموني الشقه؟ يقولوا لي شقه ايه؟ شقه فول ولا شقه طعميه؟ قلت له شوف يا استاذ، الابله بتقول ايه؟ قال لا ده انت وليه طيبه، لا عايزه شقه فول ولا شقه طعميه، انت عايزه شقه تحت القمر. ويوم والتاني مين اللي قال لك كده؟ الموظفين بتوع مدينه مجلس شربين اللي هي بلدي. مجلس المدينه بتاع شربين؟ لا، الموظفين اللي عنده. ما انا عارف. المهم تعرفي تقولي اساميهم؟ لا ما اعرفش، ده اول مره اروح مجلس مدينه شربين، لان انا من بلد جنب شربين اسمها كفر الحاج شربين. شربين ده اهلي. فقمت راجع للمحافظ، اما قشر لي تاشيرتين وقال وهو مقشرهم لي، اترن رئيس مجلس مدينه شربين جنبه، قال له يا عبد الكريم، هو ده اللي عرفت اسمه من المحافظ، يا عبد الكريم سلمها عاجل وفورا صباح الخميس. رحت جاريه هناك عشان يسلموا صباح الخميس. طلعنا بالورق، قال ادوه لاحمد عبغاني، ادي كمان واحد عرفت اسمه. ادانا لاحمد عبغاني، قعدنا قدام المجلس اللي على البحر 60 يوم. 60 يوم المجلس، من اعلاه من رئيسه للي تحتيه للي تحتيه كلاته بمكاتبه كله. ما حد نزل لي رغيف في رمضان افطربه، ولا نزل لي رغيف احاربه. والعيل يعيط من قله الاكل، يروح ياكل مع العساكر بتاع المرافق يجوا ياخدوه، ولا 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا فطرونا ولا سألوا عننا عشان نزهق ونمشي. 60 يوم، 20 قبل رمضان ورمضان و10 بعد رمضان، ولا 15 كمان. الناس قالوا لي قاعده لا يروح للمحافظ. جت للمحافظ
قال لي المدير بتاعه خد بطاقتها واعمل لها كذا 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 كذا، واعمل لها استثناء، اعمل لها استثناء قبل القرعه، دي حالتها ما تستناش القرعه. ونمت في المحافظه هنا في الحديقه قدام الباب اللي بخش منه سياده المحافظ، وقام نازل من العربيه بعد ما مشى رجع وقال لي طلباتك ايه؟ طلباتي انت استلمت الجواب بتاع سياده المشير طنطاوي، وقلت انا احترمت جوابه وشلته على راسك وعملت لي كشك وعملت لي الكرسي وعملت لي الشقه، تشكر نفذ لي بقى. قال له يا احمد حسين المدير بتاعه خد البطاقه بتاعتها واعمل لها كذا 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 واعمل لها استثناء، دي ما تستناش القرعه. طيب عمل لي، وقام جايب العساكر والامن هاتوا التاكسي من الشارع، جابوا التاكسي راحوا حطوها في التاكسي. روحوا، قلت له اروح فين؟ اروحها لما نضرب عليك جرس تليفونك معانا. قلت له ماليش بيت انزل على اروح. قال لي انت جاي لنا منين؟ قلت له قدام مجلس مدينه الشربين. قال لي عودي قدام مجلس مدينه الشربين. رحت. مين اللي قال لك كده؟ سياده اللواء احمد حسين مدير المحافظه. قعدت قدام مدينه مجلس الشربين، انا هاجي لك الاربع يا الخميس اسلمك، انا ابن والله 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 ثلاثه بالله العظيم انا اللي هاجي لك واللي اسلمك وانا اللي هنفذ، لا الاربع لا الخميس. قعدنا قاعدين 12 يوم 12 يوم، والواد عايز يلاقي العيال لابسين نروح المدارس، عايز اروح المدارس. طب والبلك يا ابني؟ لانها جاي يوم الاربعاء. انا قاعده كده برضه، هي نفس القعده اللي كده تحت الشجر زي ده كده، والمجلس قبل مني زي المحافظه كده بالظبط، قاعد وطالعين نازلين شايفين. الواد قال لي يا سياده اللواء احمد حسين، قلت له ده بجري. قام نادي عليه وقف، قال له سيادتك صباح شريف انت جاي تسلمنا النهارده؟ قال له لا يا ابني هسلمكم يوم الاثنين. قال له طب والقرعه؟ قال له القرعه بقى 3 والاربع والخميس. طيب احنا اللي هنجيلك يا سعاده الباشا ولا انت اللي؟ قال لا خليكم مطرحكم، انا اللي هجيلكم. خلينا انا مطرحنا. يوم الاثنين راح سلم القرعه، ولا ضرب على التليفون ولا حاجه، سلم القرعه وسلم 4 كانوا استثناء معايا وانا الخمسه، سلمهم. وقام قايل لما احط اسمها في القرعه يطلع لها او ما يطلعش. حط اسم طلع تاني، اسم ندى. قام عاطيه لواحد تاني بلم خرج. قاموا النسوان اللي هم من حتتي استلموا، جم قالوا اسمك ندى، وقام قايل يلا هي ماشيني، هي قاعده مطرحها، اديها للراجل ده. راجل مين؟ بلم خرج. المهم ساعة ما قالوا لنا قمنا جايين له. بعد ما كنا بنخش في الحديقة وبنقف في الكرسي، بس يا بالراحة، خليكي بره، هو الأمن والبتاع العساكر والبتاع خلونا بره في قلب الشارع اللي زي ده كده. غادي على باب 3. طب يا جماعة ده نفسمت كده؟ قالوا والله ده أوامر علينا. بعد أذان الظهر دن على كرسي من بعد أذان الظهر لما الساعة 7 سيرت المية على الكرسي وخلاص. ومزنقه برضه مش عارفه انزل، والنبي يا دفعه نزلنا انت واخوك، نزلوني في جنبنا اهو. يقولوا ما نقدرش نسيب سلاحنا وخلاص. طب يملوا لنا الازازه ما يردوش، اللي محرج عليهم واقف ما يروحوش. طيب فضلت واقف خلاص، الساعه بقت 7 وربع، حافظه ينزل. قام اللواء سياده اللواء احمد حسين قام نازل لي وقال لي ايه يا بنت اللي جاب؟ انا مش قلت خليكم مطرحكم وانا اللي هاجيلكم؟ قلت له يا سياده اللواء الوقت انت قلت لنا الاربع الخميس، جت انت الاربع هناك قلت لك هتسلمنا، قلت لنا الاثنين، فجيت سلمت القرعه يوم الاثنين وسلمت الاستثناء. وحتى الراجل اللي بلم بقول له يعني كده ايه بطريقه حسن، الراجل اللي بلم خردي حتى رخل استلم، يعني بعرفه ان ايه؟ ان هو خد شقتي. قام قايل طب يا ماما اقعدي مطرحك وانا هسلمك ايه؟ يوم الاحد الجاي. قلت له والله التاكسي بوداني ب 40 جنيه، قلت له شكلي بجيبني ب 40 جنيه. قال لي مش انا اللي دافع لك مره من زمان قبل كده؟ قلت له انا مرة عايزين ايه بقى؟ قلت له بتقول قال زي ما سمعت. قلت له طيب يا اما ربنا يفرج عليا وربنا يدبرها انا هدفع لك 30 جنيه. قال لي يا ست مش على كده، وقف لها تاكسي يا جدع خد 30 جنيه للتاكسي.
وركب يا جدع، ركب وفتحوا الباب وحطوا الحاجه وكروت كروت. يلا يا حاج استنوا، عايز اقابل سياده المحافظ. لا ما هوش هنا، هم فاتحينهم مركبيني وحالا ما شقلبي وركبوني قبل المحافظ ما ينزل. وعربيه ماشي قام قايل لي هسلمك في محل الدم، انا حظك حلوه تستلم مساكن جديد. طب انا وليا ماليش دخل، واروح محل الدمني واروح شربين كل شهر. محل الدم انا ابعد من هنا، ده ياخد 40 جنيه ولا 50 جنيه يودينا اجيب العلاج، وياخد 50 جنيه ورجع تبقى 100 جنيه. انا بصرف علاج ب 100 جنيه. انا ما صرفتوش اولا بقالي سنتين ثلاثه. يبقى عملنا ايه وانا وليا ماليش داخل؟ قام قايل لي هسلمكم محل الدم انا مباني جديد. امتى؟ قال لي الحاج. طيب يعني هنختلفش عن الحاج؟ قال لي بس في شويه اجراءات ما بيننا ما بين المقاول بتاع المباني هنخلصه ونسلمه. مقاول مباني خلي بالك من الحته دي. وقمت رايحه قدام مجلس مدينه الشربين، وقمت مكلمه ناس من محل الجمني، قلت لهم المساكن بتاع الحكومه اللي عندكم اتسلمت ولا لسه المقاول فيها بيعملها ولا بسلمها؟ قالوا يا حاجه انا اتسلمت، الشقق اتسلمت. الشقق يا حاجه اتسلمت؟ انت ابنهم ايه؟ الشقق اتسلمت وما عادش الا عماره. قمت راكبه وجايه تاني على هنا. ساعة ما شافونا هنا اوعي الواد طلعته فوق بقى للسيادة اللي هو احمد حسين، قال له اوعى تقول للمحافظ انا هسلمكم يوم الاحد. صحيح حقيقي شقتكم اتوزعت يوم الاثنين، بس هجيب لكم غيرها في محل الجمل. اللي وزعها يوم الاثنين جنب بلدي، جنب بلد بينهم وبين بعض حوالي 2 كيلو، وهيودينا محل الدمن اللي بيننا وبينها سفر. مع محل الدمنة؟ فيه منية محل الدمنة وفيه محل الدمن. شقتكم راحت بس انا هجيب لكم بدلها. طيب ما تقولوش، وانا قلت له المحافظ هيقول لي مشي ورقهم وانا هزنجر ومش همشي الورق. بقولوا المحافظ ما هوش هنا النهارده، وبرضه ما جاش امبارح، كان معاه السكرتير بتاعه مطرحه، ما نعرفش مسافر مصر ولا ايه. واللي هو احمد حسين هنا ولا لا؟ اللي هو احمد حسين ما اعرفش هنا النهارده ولا ايه. اضرب على الوزير. كان مهم. اضرب على محمد الوزير. اضرب على محمد الوزير. فاحنا يا حبيبتي احنا 7 سنين قبل الثورة منه لله محمود سعد. محمود سعد اديت له ورقة قد كده اهو من 7 سنين قبل الثورة، ولا هجيلك لحد البيت وما جانيش. ابو شعر احمر ده يا خرابي، يا خراب على ابو شعر احمر ده. فينا ورمي حاجتنا في الشارع، يجي يرموا الاخر قام زقه. انت بتتصلك بمين؟ محمد الوزير. ما تزعقش عشان تعود يرفدوه. ده طلع دي على المرسل اللي بتسجلوه لي دي. محمود سعد المذيع؟ قبل الثورة. انا بزار الصدف. طيب البركة فيك. محمود سعد قبل الثورة ب7 سنين وديت له ورقة قد كده. 7 سنين؟ قبلها ب7 سنين اديت له ورقة قد كده، وقلت له انا قاعدة في الشارع. انت قاعدة في الشارع بقالك اكتر من 7 سنين؟ انا قاعدة في الشارع 7 سنين قبل الثورة، وقلت للاستاذ محمود سعد انا قاعدة في الشارع. انا العيل ده كان لسه صغير كده، يعني يا دوبك كده قاعد على زلطة صبة كده قدام الاذاعة والتلفزيون. قعدت 18 يوم ب18 ليلة على البلاط، على جورنان، مش على كرتون. ما بفكرش احط كرتون، على جورنان، والواد نايم على رجلي من غير غطا. 18 يوم ب18 ليله، على ما تلقيت فيه ليله كان بيسجل لي ياسين التهامي بالاماره عشان يبقى عارف ده مفوضه فيه الامر لله.
وشفته على التلفزيون بنت المرة عجوزة 50,000 حالتك ايه ومش عارفة ايه وادانا 50,000. قلت يمكن يديني 50,000 اشتري قرب دارة مية على طبيعتها كده في البلد. ورحت ما ادانيش 50 جنيه ارجع منهم. وخد الورق قلت له بلغه للرئيس مبارك وكان بقوتك حاجة تعملها لي اعملها لي. قال لي هجيلك لحد البيت. استنيت يجيني يا قبل ما جاي. في اخر 7 سنين عامله نفس الورق قمت راح قعدت 11 يوم في 11 ليله اللي يقول مش هنا واللي يقول ما بيجيش واللي يقول بتاعلك بره. لما واحد مأمور كبير قال لي لا ده هيجي الليله هيسجل تاني برضه مع ياسين التهام بس هيجي مستاخر. جه ساعه قبل السحور بشويه قمت واقفه له قدام البواب. كنت بمشي على رجل واحده ومعايا عصايه. قمت مقابله القصه بقول ميلي. قالوا لا هتشوف عايزه ايه. كنت عارفه الورق قلت له انا جات لك نوبي والنباري ما عدتش جاي. قال لي من عندي قبل العندي يا انا هجيلك بس بعد رمضان. استنيت تجيني بعد رمضان النهارده بكره النهارده بكره والاخر استغيبت قمت لابسه وطالعه. فالجيران بيقولوا الله انت هتسيب الورد وتروح فين؟ قلت له لا ده انا هاخد. وراح محمود سعد قال له الثوره شغاله. و7 سنين وسنتين الثوره يبقى 9 سنين اعدام يا استاذ. اعدام ورجالتي خدمين الوطن. اعدام 7 سنين اعدام على الرصيف. وانا قعدت قدام عماره حلوه. ما ينفعش يا ست ما ينفعش. لا 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 لا, لا لم الزباله بتاعتك دي وقوم. قلت طيب والواد وقف لنا ابن تروسيكل ولا حاجه ولا وقف لنا تاكسي. يلا يا ست يلا شغال اللي عندهم يلا يلا ويرموا. انا رحت عند جامع عند بنتي يا ام بلال يلا يا ست صاحب الاوقاف اجازين يلا. طب يا ناس مطرحي فين؟ اقعد فين؟ اللي قدام الجامع بقوم. وعند القصر الجمهوري قوموني. وعند الجامع اللي عند القصر الجمهوري قوموني. الجامع اللي جنب القصر. قعدت شهرين عشان اقابل الريس. لا يمكن. ريس مين؟ المرسي شهر ولا شهر ونص شهرين الا شويه. مرسي؟ يعني الفترة اللي فاتت يعني من ساعة ما نجح وانا بجري وراه. وقعدت عند بيته 3 ايام. الحكومة اللي موقفة قدام البيت الله اكبر الله اكبر سلاما قولا من رب الرحيم. لا مش بشر ده لا. منهم بقى ناس عايزين يتقوا الله وما يزعلونيش. شوفي يا حاجه يكونوا هم لسه جايين الصبح يقولوا لي المغرب هنخليك تقابليه وجها لوجه. المغرب بيقوموا مسلمين لغيرهم ويقوموا ماشيين. يبقى دول ما تزعلونيش. اجي اقرب التاني يقول لي ما ينفعش يا حاج ما ينفعش يا حاج نتجهز. لا يا حاجه هوب استنى بس اكلمك يا باشا. يزقوا كرسي ولا يزقوا كرسي وهناك بعد المحافظه بمحافظه ايه ودوني. المهم ما عرفتش قبله 3 ايام تاني يوم العيد الساعة 5 الصبح كنت انا قدام بيت الرئيس. وقالوا لي في اسكندرية اما يجي. وقعدت لما جه. وساعة في اول جيته بقى عايزة نادي. قاموا الظباط قالوا لنا ده السلاح كله هيترفع عليك. كل السلاح هيترفع عليك. هو كان جاي يعني؟ جه وهو قدامي اهو يا ولسه بعد بقول يا قالوا السلاح كله هيترفع عليكي ما تندهيش. وجاي تعبان الوقت والصبح نلاقيك في وجه لوجه على ما يرتاح. الصبح قالوا يا حاجه دي بيت راحته ما فيش مقابلات كده. يا جماعه لقيت في التلفزيون بيت مفتوح للكل مردود. قمت رايحه على القصر الجمهوري ما فيش يا ستي. قدام وراه الافات العربيات والحكومه تملى الشوارع وتوقف الشوارع والدنيا وما فيش مش ممكن تقرب. اتحايل على مأمور طب خد الورق بتاعي اهو اديهوله يقشر لي عليه. محمود مين؟ اي مأمور. لابس ابيض ورتب بقى وبتاع ليه بتاع. خد الورق ده اهو جايبك كده في السرير خش ايه اديه لاخوك اللي هو يعني فوق شويه يديهوله يعمله. طب اديه للحاج عبد الفتاح السيسي اللي هو نازل جديد. طب اديه مش ممكن يا استاذ. ما عرفتش. قالوا عندك مكتب الشكاوي اهو. قمت عامله شكوى
ووياها ورق من اللي معايا بتاع المحافظه اللي هو متأشر عليه بالكرسي والشقه والكشك، ووياه ورق من ده والشكوى، وقمت حاطاه في البوسطه قبال القصر، ودفعت 3 جنيه وقال لك بيوصل في 24 ساعه ونغب بيبقى 48 ساعه. قعد 6 ايام، ورحت اسال البوسطه قالت لي اسالي في القصر في المكتب. سالت في مكتب الشكاوي قال لك يا ست لسه ما خدش جوه يجيب الورق، قال لك لسه ما وصلت. قلت له يا عم بيوصل في 24 ساعه والرد بيجي في 48 ساعه. قام غلط وقام قايل لي يا حاجه ما وصلش الا بقالي يومين بس. طب ما اجيب لي الرقم بقى ولا اجيب لي شو؟ قام سايبني ما فيش، ما تعرفيش تاخدي حاجه من الناس اللي حوالين القصر خالص. والرئيس مرسي امير بس اللي حواليه نار نار الله الموقده يا سيدي. المهم قمنا جايبين بعضنا واول القصر بتاع عابدين ما قالوا في التلفزيون الشكاوي في مكتب الشكاوي في قصر عابدين، قمت واخده تاكسي ورايحه قدمت شكوى وفيها ورق المحافظه ومتحول على مجلس المدينه، وسياده المحافظ مأشر عليه تأشيرتين بالثلاث حاجات، والمحافظ قال لهم سلموها يا جماعه عاجل وفورا، حالتها بتحكم كده عاجل وفورا، ما فيش لا قرعات ولا حاجه. المهم قالوا الثلاث حاجات كشك والشقه والكرسي جايين عند المشير طنطاوي لان هي قوات مسلحه، رجالتها كانت قوات مسلحه، واشر له وعمل الواجب والعطره.